من ساعه ما عزلت وانا كل لما ادخل المطبخ يا دوب لسه بقطع في البصلايه، دموع بقى وصريخ وبلاش اكل، لان ما كانش عندي شفاط. استني يا حبيبتي خلينا نقول الكلمتين، وانا هنا مش جايه اكلمكم عن اهم انجازات ومميزات الشفاط ابدا، انا جايه اقول لك حتى لو ما فيش مكان للشفاط اتصرفي وركبي شفاط. انا كانت كل الظروف ضد، البوتاجاز تحت الشباك على طول مش هينفعني الشفاط العادي، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اخرم في الشباك. وفضلت عايشه في المأساة دي سنتين لحد ما جوزي قرة عيني ابتكر فكره، ادي الشباك اهو بيقفل، ادي التاني بيفتح، مفيش اي تأثير اصلا على الشباك خالص، تقدري تعملي الوزره اللي هي الخارجيه دي او البوكس الخارجي ده وتعلقي عليه الشفاط. ليه بقى؟ الشفاط ده مش بس بيسحب لك الروايح، ده بيسحب الصهد. حضرتك انت بتدخلي المطبخ بتبقي شاربه. انتوا عارفين قد ايه موضوع ريحه البيت ده بيأثر على الجو العام، بيأثر على الروايح جدا وبيأثر كمان على الصهد. وزيه نفس الفكره شفاط الحمام اهو يا ست الكل، نفس الكلام بقى اللي قلناه، خلاص مش هنعيده تاني، ايا كان نوع ايه، مش ب 200,000 جنيه.